هلو ازيكم عاملين ايه؟ عملت صينيه المدلعه. صينيه تدخل الفرن تتدلع تطلع تتاكل، وسهله جدا وسريعه. هنحتاج فلفل الوان وبصلايه، ممكن فلفل حامي حسب الرغبه. كل ده هيتقطع بالمنظر ده. هبدا اسلق المكرونه عشان هحتاج ميه المكرونه. انا عايزه المكرونه تبقى بتمضغ، يعني 7 دقايق على النار، وعايزاها تبقى بتمضغ. بعد كده هجيب نوع فراخ جاهزة عندي او اي فراخ بانيه عندي. في انواع بتبقى جاهزة ومتبلة، انا جبت نوع جاهز ومتبل. وطبعا تنفع لو انا عندي فراخ بايتة بقالها فترة عندي في التلاجة، عملناها وكلنا مبقى منها صدور او وراك، هقطعها بنفس الطريقة. طاسة على النار فيها شوية زيت، هنزل بالخضار بتاعي، هخليه بس يدبل كده، يبقى دبلان وفي الكسرة بتاعته. اول ما الخضار بتاعي يدبل هنزل عليه بالفراخ بتاعتي، وهفضل اقلب لحد ما الفراخ بتاعتي تاخد سوا. هي اوريدي واخده سوا، بس انا هكمل سواها، مش هغطي الفراخ بتاعتي عشان ما تنزلش الميه. انا عايزاها تبقى ناشفه وتاخد من عصاره الخضار، والخضار ياخد من عصاره الفراخ، ويبقى كلها كده داخله ببعضها. منظر اصلا الفراخ بقى والروايح هي طالعه وانتي بتطبخي خطيرة بجد، يعني شكلها حلوة وريحتها جميلة جدا. الفراخ بتاعتي كده بدأت تاخد السوا بتاعها، ممكن تتحط في سندوتشات عادي، تتلف شاورما عادي، بس انا كنت عايزة اعملها بمكرونة. الطاسة بتاعتي اللي انا عملت فيها الفراخ، طلعت الفراخ بره، وهي الطاسة انا ما غسلتهاش، حطيت فيها سمنة، حطيت فيها 3 معالق من دقيق وقلبتها. هحط عليها كيس لبن. ميه المكرونه اللي انا قلت ان انا محتاجاها، هاخد كوبايه واحده من ميه المكرونه وهزود، وهفضل اقلب خفيف لان انا عايزه البشاميل يبقى خفيف. هفضل اقلب، اول ما هيغلي هنزل بمكعبين او 3 جبنه نستو، وبهاراتي مكعبين مرقه دجاج، ونص معلقه فلفل اسود، وشعره بسيطه جدا من جوز الطيب، وهفضل اقلب لحد ما يغلي. البشاميل ده خفيف، عشان كده انا خليت المكرونه بتاعتي السوا بتاعها بيمضغ، عشان هي هتكمل سواها في الفرن. يلا بقى نرص الصينيه بتاعتي، هخليها مدهونه سمنه بسيط كده، وهبدا ارص الطبقات بتاعتي، وبعد كده هقلب كل الطبقات دي في بعض. بس انا كنت عايزه اتاكد ان كل الطبقات واخده من الحشوه بتاعتي ومن الخليط البشاميل بتاعي. الفرن بتاعي شغال، النار او الشعله اللي تحت، علشان خاطر انا عايزه المكرونه فيها شويه مضغه، فعايزه كل ده يستوي. طبعا شايفين انا رصيت طبقاتي كلها، بس انا هقلب كل ده برضو ببعضه. الاحتياط واجب عشان يبقى كله واخد حشو، واخد بشاميل، واخد الجبنه، وكله ما يبقى مظبوط. هجيب بضايه هقلبها وهحطها على الوش. طبعا انا حاطه فلفل اسود على الوش كده، فانا حطيت البيضه من غير ما انا احط عليها فلفل اسود ولا ملح، انا ملحي مظبوط. دخلتها الفرن اول ربع ساعه، ده يبقى شكلها. بعد كده هديها ربع ساعه تاني، شكلها كده بقى خلاص. هي كده خلاص استوت واخدت الوش، وبدأت طعمها وريحتها بتطلع كده في الشقة. شايفين شكلها بيتكلم لوحده حرفيا. احنا ما قدرناش نصبر، اولا من الجوع، ثانيا من ريحتها. انا قطعتها وهي سخنة فمش ماسكة ببعضها، بس كان طعمها حلو قوي. اصلا المكونات بتاعتها الخضار مع التوابل مع البشاميل اللي هو الخفيف كده وداخله في بعض كده وبتدلع، انا سميتها صينيه المدلعه. بصراحه خطيره جدا، طعمها حلو قوي قوي قوي. الف هنا وشفا، جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وباي باي.